السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده جلاش اللحمة، وطبعا ده صنف مميز جدا يعني على سفرتنا، وخصوصا لما بيكون فيه عزومة. عملته النهارده في فيديو لوحده علشان هو بجد صنف حلو قوي قوي ومميز جدا. انا بصراحة كنت ناوية اعمله بشكل حلو كده، وكنت ناوية اعمله اصابع كده الملفوف، بس لقيت الجلاش معايا متقطع شوية. النوع اللي جبته ما كانش هو اللي بستخدمه كل مرة، فلقيت الجلاش معايا مقطع. فأجّلت الوصفة بتاعة الجلاش الملفوف يعني أو اللي هو الصوابع لوقت تاني إن شاء الله أعمله معاكم. قُلت بس خلاص أنا فتحت بقى التصوير على طول بدون ما أجهّز معايا أي حاجة. السمنة بتاعتي حطيت نُص كوباية من السمنة وعليها 3، 4 معالق كده من الزبدة وشوية كمان من الزيت، وابتديت إن أنا أدفّيهم على النار. دفّيتهم بس تدفية سريعة بحيث إن هُم يدوبوا كلّهم جوّه بعض، وعلى طول هاشتغل معاكم كده. العصاج بتاع اللحمة طبعًا أنا جِبت كمية كده من البصل دبّلتها، وبعد كده نزلت عليها باللحمة. وطبعًا لو أنتِ بتفضّلي إنِّك تشوّحي اللحمة الأول وبعد كده تنزّلي عليها البصل بتاعِك المفروم، ما فيش أي مشكلة، اعملي ده أو ده زي ما بترتاحي. لكن أنا العصاج بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، حاجة كده في منتهى الجمال يعني. على طول طبعًا زي ما أنتم شايفين أو زي ما هتشوفوا معايا الجلاش متقطّع تمامًا، بس مش هنقف وما فيش أي حاجة هتوقّفنا. بالعكس دهنت الصينية بتاعتي سمنة كويس جدًا من الجوانب كمان، وهابتدي إن أنا أرص الجلاش بتاعي. هاغطي الصينية بتاعتي وهيطلع زي الفل بإذن الله، طالما قررت إن أنا أعمله صينية مش هاعمله ملفوف. طبعًا باخد رشة كده من السمنة أو من الخليط بتاعي اللي أنا عملته يعني ما بين كل طبقتين كده من الجلاش. أنا حطيت يعتبر طبقتين، هاكمّل بقى باقي نُص الكمية بتاعتي. لفة الجلاش دي كانت مختلفة زي ما قُلت لكم، هي كان طعمها حلو وكل حاجة، ولكن ما كانش الجلاش معايا سليم، وما كانش ده أفضل حال إن أنا أعمله حاجة تانية غير الصينية. طبعًا زي ما كلنا عارفين في الترندات دلوقتي بتتكلم عن الجلاش، حتى بيجيبوه سليم وبيتقطّع وبيعملوا منه الوصفة اللي أنا هاعملها دي بالضبط وكأنه سليم. يعني مش هيفرق معانا الجلاش. الجلاش لمّا بيتشرّب كويس وبتدّي له التسقية بتاعته اللي هتشوفوها معايا دلوقتي كويس، وبياخد الكمية بتاعته المضبوطة، هيطلع قطعة واحدة وهيطلع زي الفل إن شاء الله. نسمّي بس بالله كده وربنا هيبارك بإذن الله. كده أهو زي ما أنتم شايفين يعني باحطه جنب بعضه كأني بالضبط الورقة بتاعتي سليمة. وطبعًا ما بين كل طبقتين زي ما قُلت لِك بياخد دهنة كويسة جدًا. أنا هنا باشوف أنا حطيت قد إيه. هتستخدمي بقى صينية أكبر من كده، طبعًا هتستخدمي جلاش أكتر من كده. أنا هنا فتحت وقُلت خلاص أنا هاخد لفة واحدة بس، على أساس إن الصينية طبعًا بتحطي نُص العلبة يعني تحت، وبعد كده بتكمّلي الحشو بتاعِك، وبعد كده بتكمّلي باقي نُص الكمية. لكن أنا هنا عشان الجلاش عندي كان مختلف، فأنا حطيت لفة تحت كده ولفة فوق. أنا عملت أول لفة تحت زي ما أنتم شايفين، عددها ما كانش كبير ولا حاجة، ده حوالي 6 طبقات أو 8 طبقات. طبعًا الجلاش زي ما إحنا عارفين يعني ما بيبقاش تخين ولا حاجة مهما حطيتِ من الطبقات. هاحط بقى العصاج بتاعي زي ما أنتم شايفين، وفي الوقت ده لو أنتِ حابة تزودي العصاج بتاعِك فلفل، لو أنتِ بتفضّلي طعمه ما فيش أي مشكلة. لو أنتِ حابة كمان تدّي له في الوقت ده طبقة كده من الجبن، حتى لو جبنة الموتزاريلا بس يعني برضه ما فيش أي مشكلة. هنا عملت باقي نُص الكمية بتاعتي بقى أو باقي الجلاش اللي فوق الطبقات بتاعتي، وعلى طول كده اخترت طبعًا ورقة سليمة حطيتها هي اللي فوق علشان هتفرق معايا في التسوية. كوباية كده من اللبن، كوباية كبيرة كده من اللبن، وحطيت عليها بيضة وكمان رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح. هابتدي أخلطهم مع بعض كويس جدًا زي ما أنتم شايفين يعني. أهم حاجة يتخلطوا مع بعض كويس جدًا. هاقطّع الجلاش بتاعي، وخلّي بالِك من الخطوة دي لازم تقطّعي الجلاش قبل ما يدخل الفرن، لإن استحالة تعرفي تقطّعيه بعد ما بيطلع. أي وصفة للجلاش حلو أو حادق لازم بنقطّع الجلاش قبل ما بيدخل. الكلام ده طبعًا للناس اللي أول سنة مطبخ. كده أهو خلاص هاقطّعه بقى كده زي ما تحبي. أنا التقطيعة بتاعتي دي كانت متوسطة، فكانت حلوة يعني حجمها كويس. أهم حاجة تبقى السكينة بتاعتِك حامية أو حتى سنها بس حامي يعني أهو زي ما أنتم شايفين. أنا بافضل يعني ضاغطة بإيدي كده، ضغطة خفيفة طبعًا ما تبوظش شكل الجلاش معايا أهو زي ما أنتم شايفين، وباقطّع على طول. كده خلاص أنا خلّصت. هابتدي بقى إن أنا أرُش رشة خفيفة كده من السمنة أو من الخليط بتاعي يعني، وأحط على طول اللبن بتاعي اللي عملته مع بيضة وشوية فلفل أسود أهو زي ما أنتم شايفين يعني الكمية كانت مناسبة. هاسيب بقى الصينية دي على جنب كده 10 دقايق وهندخّلها على نار متوسطة، وبعد كده هنشوف الجمال ده.
طبعًا أنا كنت باصوّر بدري لإن كنت عاملاها عندي على الفطار، فكنت باصوّر بدري وما قدرتش طبعًا إن أنا أقطّع منها علشان ما تبردش. إن شاء الله فيديو تاني هابقى أورّيكم كمان هاعمله إزاي، هاعمله بشكل جميل أوي، إن شاء الله هيعجبكم، وبصراحة بينفع جدًا، جدًا، وخصوصًا لمّا يكون في أطفال. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واستنوني فيديو جاي قريب مش بعيد إن شاء الله مع بعض، وهنعمل كل الوصفات، استنوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.